مبدئيا وقبل اي كلام ممكن نرغي فيه، ما ينفعش يكون اول امبارح سنوية اعلان النادي الاهلي كنادي القرن الافريقي للقرن العشرين في قارة افريقيا وما نهنيش نفسنا يا اهلاوية ونقول كل سنة واحنا طيبين، وبنبعت رسالة شكر للاتحاد الافريقي ونقول لهم متشكرين انكم فاكرين يوم زي ده. بس يا راجل اللي عملت البوست ده كنت تحط لينك المرهم حرقان علشان الزناطير اللي هيشوفوه. انت ايه يا اخي، ما عندكش اخوات زناطير ولا ايه؟ مارتن يول بدأ النص لقاء بأحمد عادل في حراسة المرمى، الجوكر أحمد فتحي باك يمين، حجازي وربيعة قلبين دفاع، صبري رحيل باك شمال، قدامهم في نص الملعب الكابيتانو والمسمار، قدامهم عبد الله السعيد، على يمينه مؤمن زكريا وعلى شماله الحاوي وليد سليمان، تحت نجم وحيد مليك إيفونا. مارتن يول تقريبا شاف الحلقة بتاعت الإنتاج الحربي ورد عليها في الملعب بإنه يبدأ بالحاوي اللي راجع لمستواه، ولو حتى على حساب رمضان صبحي مش مؤمن زكريا. فحركة أنا شايفها جيدة جدا، لأن رمضان استهلك واستنفذ بدنيا وفنيا في الفترة الأخيرة بما فيه الكفاية. أهلي فريق أول بيلعب، ناشئين ما بيقولش لأ، منتخبات مصر بكل فئاتها العمرية ما بيضرش. والنبي يا جماعة اللي معاه رقم رمضان صبحي يدولي علشان أنا عندي دورة رمضانية ومحتاج لاعب كويس. مليك إيفونا، الولد ده مهاجم زي ما الكتاب بيقول، الكرة ما عندها شوية، بس مش علشان كل لما انطوي ينزل ويجيب جول يبقى هو وحش، لا خالص، هو بس حظه اللي وحش. انا صعبان عليا ان اشوف مهاجم بالامكانيات دي كلها بيعمل كل حاجة في الكورة، من صناعة اهداف لترقيص ومهارات وسرعة وقوة بدنية، وبرضه ما بيجيبش جوال، بس هو بيحاول، ولازم اخرة المحاولة دي انه هيبقى ليه شأن كبير جدا في الاهلي في المستقبل القريب قوي على فكرة، بس احنا نصبر عليه شوية. وعندي وجهة نظر وهتشوف. الله وبينه يعملها ولا ايه؟ انا صح، انا صح. اخيرا عشت وشفت ايفونا بيجيب الاول والتاني، وكان على بعد خطوة من انه يجيب الهاتريك، بس حظه ما ساعدهوش، فراح صنعه لمؤمن زكريا وبقى جايب جونين وصانع جول، واستحق ان هو يكون نجم الماتش النهارده بكل جدارة. الجول الاول جول صحيح 100%، الاعمى يشوفه، فمش عشان ايفونا لبس المدافع في الحارس وضحك عليهم هما الاتنين وجاب جول تقوم انت معترض فتطرد، ويروح زميلك معترض وهو كمان عنده انذار فيطرد هو كمان، فتروح طالع تقول الاهلي بيكسب بالتحكيم وتهدد بانك تنسحب من الدوري. انا فعلا مشفق عليك، علشان كده هنصحك نصيحة لوجه الله، ركز مع فرقتك وما تبيعش الوهم لجمهورك وتهيجهم وبعدين تيجي تشتكي من التعصب. بقولك ايه، انت هتوجع لي دماغي ليه؟ الاهلي بيكسب بالتحكيم واللي مش عاجبه يشرب من اي خرارة.